السلام عليكم. النهارده بقى كان يوم يعني هو رمضان يعني كل سنة وانتم طيبين، واليوم بيعدي هوا، بس في نفس الوقت بقى لو هتعمل حاجة او هتعملي حاجة بيكون بقى اليوم مرهق شوية. هنا بقى فطرت وشربت العصير، بعد ما شربت العصير شربت العصير تاني في المج الحلو ده. المج ده مش بتاعي، بتاع زوجوجي، خطفاه منه. هنا بقى هعمل ايه؟ احنا عندنا بكرة عزومة، احنا معزومين يعني، واللي هيطبخ هو انا. فانا عشان معايا بيبي فقلت ايه اختصر الموضوع واعمل ايه، الطبيخ من هنا واخده ايه بقى متسبك، بس يبقى هناك اسويه بالشوربه بس وخلاص. الحاجات دي يا جماعه مش انا اللي هحاسب عليها يعني، هتحاسب عليها. فهنا بقى طلعت الكيس اللذيذ ده، المفروض ان هو بسله. انا عارفه ان انا عندي كيس بسله، مطلعه لان ده كيس البسله. فهتشوفوا المفاجاه كمان شويه. هنا بقى قطعت البصل وحطيت معلقه زبده وشويه زيت وقلبتهم في بعض، وجبت الجزر قطعته كده. هنقلب البصله، مش لازم يعني ما نحطش الحاجه او الخضار في البصل اول لما نحطها كده، عشان كده لما الخضار يستوي هتلاقيه بقى البصل ايه، باين قوي كده في الطبيخ، يبقى شكله مش لذيذ. هنا المفاجاه ان الكيس اللي طلعته طلع مش بسله، طلع فاصوليا خضراء. شكرا. فانا هعمل ايه؟ هعمل تاني من اول وجديد، ومواعين من اول وجديد، وهقعد اغسل مواعين، مواعين مواعين مواعين. ها، قطعت بصلة تاني وحطيتها تاني في الزبدة وزيت وهقلب. المهم ان احنا ما نحطش، قلنا ايه قبل ما البصلة تصفر الخضار، علشان البصلة هتلاقيه عايم كده في الطبيخ وشكله مش لذيذ. طيب وبرده ما نستناهاش تتحرق، لا هي دوب تصفر. هنا بقى كنت ايه اصبت الهدف وطلعت فعلا كيس البسلة. قعدت ادعبس كده تاني لحد ما لقيته، طلعته طلع سبحان الله باين ان هو بسلة، التاني ما كانش باين، او كان باين مش عارفه والله، العتب على النظر. هنا بقى حطيت البسله في البصله بعد ما اصفرت، وحطيت الجزر. حطيت سنة توابل صغيرين عشان بكره اكيد هسقيها بالشوربه وهتكون فيها توابل. عفوا. هنا بقى حطيتهم وهقلب اقلب 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 لحد ما يتشوحوا في البصله. بعد كده هحط الصلصه. الصلصه بقى ايه انا عاملاها عندي في البيت، اللي هي بقى بنجيب الطماطم وننضفها ونقطعها ونخليها تتغلي، وبعد كده نطحنها ونصفيها وتاخد غلوة ونعبيها ونحطها في الفريزر، وايه وتدينا الصلصة الجميلة دي، عشان بطرمانات الصلصة اصلا مش هتكفي ان احنا نعمل الكلام ده، غير انها ضربت في السما وبقت اسعارها خرافية وملهاش لازمة حرفيا. دي حاجة طبيعية واحنا عارفين ايه مصدرها ومين اللي عاملها، وحاجة لذيذة. هنستنى بقى لما الطماطم او الصلصة تفك وتتسبك مع الطبيخ او مع الخضار. وبعد كده انا هعمل ايه، دي طريقة ممكن تعمليها لو انت مثلا ست بيت بتشتغلي، او مثلا عايزة مش كل يوم تقعدي تطبخي، ممكن عندك يوم فهتعملي فيه الطبيخ كذا مرة. فانا عملت كده وهشيلهم في كيس او في علبة، بما اني رايحة بكرة ان شاء الله يعني، ولما هروح هطلعها بس اسقيها بالشوربه. فاحنا ممكن برضو نعمل كده ونخزنها في الفريزر، بس مش لفترات طويله، يعني ممكن تكوني بتعملي اكل اسبوع وتحطيه كده، فانت يا دوب هتطلعيه في يوم رمضان زي ده وهتسقيه بس وتستنيها تستوي وبس كده. سلام.